اهلا بيكم مرة تانية. طبعا احنا خلاص يعني شرحنا في الفيديو اللي فات الداشبورد كامل. بس كان ناقص لنا ان احنا نشوف ازاي بنقدر نضيف منتج جديد. فخلونا نستعرض مع بعض في الفيديو ده ازاي بنقدر نضيف منتج جديد خطوة بخطوة. زي ما شفنا كده في الفيديو اللي فات احنا بنختار هنا من المنتجات، نختار اضافة منتج جديد. بيفتح لنا الصفحة دي. الصفحة دي بتبقى فيها أو عبارة عن خانات خاصة بتفاصيل المنتج. بنبدأ نملى الخانات أو البيانات بتاعة المنتج دي عشان تظهر معانا بشكل صحيح على المنصة. بيظهر معانا هنا في الأول. طبعا أول حاجة اسم المنتج. تمام. بنضيف هنا اسم المنتج، وليكن مثلا عايزين نضيف منتج ملابس. خلينا نقول مثلا تيشيرت. تمام. طبعا احنا عندنا هنا المفروض ان احنا نضيفه بالعربي وبالانجليزي. فلو انت عايز يظهر الاسم بنفس اللغة في العربي وفي الانجليزي فبتكتبه نفس الاسم. عايزه عربي وانجليزي مفيش مشكلة، بتخلي التيشيرت ده مثلا هنحطه هنا في العربي، وهنا هنكتب تي شيرت. تمام. هنا الوصف نفس الكلام. ممكن انت توصف المنتج بتاعك بالعربي وبالانجليزي، وممكن لو انت حابه يكون عربي بس فبتضيفه بالعربي في الخانتين. طبعا خانة الوصف دي بتبقى محتاجة ان انت تشرح المنتج بتاعك او توصفه وصف يبين تفاصيل اكتر عن المنتج، بحيث انا لو كعميل عايز اعرف تفاصيل اكتر عن المنتج وايه المميزات وايه العيوب بتاعته، ايه بالظبط الحاجات اللي انا اقدر استفيدها منه. فالامور دي كلها بتكون واضحة من خلال الوصف ده. لو انت جديد في موضوع الاي كوميرس او كده، او مستصعب الحته دي، او مش عندك البيانات الكافيه او المعلومات الكافيه عن المنتج، فممكن تسرش عليها بكل سهوله على جوجل، او ممكن تطلب من شات جي بي تي يساعدك بيها بكل سهوله. هتدخل وتكتب اسم المنتج بتاعك او توصف له المنتج بتاعك ده عباره عن ايه وبيعمل ايه، وهو هيديك وصف تفصيل ليه. مجرد ما هيديك هتكتبه هنا. عايزه بقى تعمله عربي وانجليزي ماشي، عايز تعمله عربي بس ماشي، حسب ما انت محتاج. خلينا نقول مثلا ان انت عملت وصف ايا كان هو الوصف ايه، وكتبناه هنا. تمام. ده الوصف بتاعك اللي هو انت عملته. انا طبعا بديك مثال بشكل عام، انت تقدر بقى تحدد المنتج بتاعك محتاج ايه بالظبط. بنيجي هنا في حاجة اسمها الإعداد العام أو الإعدادات العامة، بتختار منها فئة المنتج بتاعك. أنت مثلا هنا اخترت إن المنتج ده ملابس، طب هو أزياء رجال ولا أزياء نساء؟ فبتختار مثلا إن هو أزياء رجال لو هو تيشيرت رجالي. تمام. لو في فئة فرعية هنا مثلا إن هو نوعه إيه أو كده بتختارها، مفيش خلاص. المفروض أنت لو عندك علامة تجارية أو براند مثلا باسمك، المفروض إن أنت تبعت لنا التفاصيل دي لما بتسجل، بحيث ان احنا نضيف لك البراند بتاعك، بحيث لما تختار هنا من علامة تجارية تبقى ليك علامة تجارية زي العلامات اللي موجودة هنا. لو انت مثلا اسم البراند بتاعك سين، فهتلاقي الاسم بتاعه موجود هنا، تقدر تختاره بحيث ان هو يظهر مع تفاصيل المنتج. طيب، نوع المنتج ايه؟ نوع المنتج دي المقصود بيها المنتج بتاعك ده منتج مادي ولا منتج رقمي؟ مقصود بيها يعني اللي هو المادي اللي هو الحاجة الملموسة. تمام. مش حاجة رقمية مثلا ديجيتال، زي مثلا حد بيسوق لكورس معين او حد بيسوق لخدمة معينة، فساعتها هيبقى المنتج بتاعه رقمي مش مادي. لكن احنا هنا في الحالة بتاعتنا هنا احنا اخترنا تيشيرت او ملابس عموما او ايا كان المنتج، مادام هو حاجة مادية فبنختار ان هو مادي. طبعا هنا رمز المنتج ده بيبقى كود للمنتج. المفروض ان انت بتعمله عشان تميز بيه المنتج بتاعك، او لو انت عندك مجموعة منتجات كبيرة مثلا، فبدل ما تسرش بالاسم او اي حاجة تانية، لا بيبقى عندك كود. الكود ده مجرد ما تكتبه بيظهر لك تفاصيل المنتج كلها. فممكن تكتبه انت هنا من عندك اي حاجة انت عايزها، مثلا ارقام او حروف انجليزية. او ممكن لو مش عايز تعملها من هنا على طول، بيطلع لك كل ما تضغط توليد كود بيطلع لك كود جديد. اختار الكود المناسب ليك ووافق عليه، مفيش مشكلة. الوحدة هنا دي المقصود بيها اللي هي المنتج بتاعك ده عبارة يعني ايه، او بيتعامل معاملة ايه، بيتعامل بالوزن ولا بالقطعة ولا بالجرام ولا بالمتر، ولا الوحدة بتاعته او وحدة القياس بتاعته ايه.
تمام. فاحنا في الحالة بتاعتنا تيشرتات، فاحنا بنختار بي سي ان هو بيتباع بالقطعة. طيب لو انت المنتج بتاعك بيتباع بالكيلو، فهتختار كيلو جرام. طب لو هو بيتباع بالجرام، هتختار كيلو هتختار الجرامات. تمام. وهكذا لو بيتباع باللتر هتختار باللتر، لو بيتباع بالمتر هتباع هتختار المتر. وهكذا يعني على حسب ما انت او على حسب المنتج بتاعك تفصيلته ايه او وحدة القياس بتاعته ايه هي انت بتكتبها. تمام. علامات البحث دي المقصود بيها يعني الكلمات المفتاحية اللي ممكن العميل يسرش بيها على المنتج بتاعك. يعني مثلا انت هنا في الحالة دي التيشيرت بتاعك تيشيرت رجالي، تمام، ممكن تكتب تيشيرت رجالي. ممكن تكتب تيشيرت برينت لو هو برينت، او بولو لو هو بولو. ممكن تكتب تيشيرت الياقة مثلا لو هو تيشيرت بولو. وهكذا يعني بتشوف ايه اقرب كلمات للبحث الشخص بيبحث بيها وبتسجلها هنا، بحيث لو هو بحث بيها تظهر له على طول في علامات البحث. طيب نيجي بقى للحتة المهمة جدا او يمكن اهم حتة هنا في اضافة منتج، اللي هي السعر والخصم والعمولة والحاجات دي كلها، لان في ناس كتير بتستصعب الموضوع مع انه هو سهل جدا جدا جدا. يعني زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، احنا دلوقتي في الاول خالص بنحدد سعر الوحدة، احنا عايزين نبيع الوحدة دي بكام. تمام. وبناء عليه بنقدر نحدد الحاجات التانية. مثلا خلينا نقول ان انا عايز ابيع الوحدة دي ب 500 جنيه. تمام. فبكتب 500 جنيه عادي. الحد الادنى من الطلب ليها ده اللي هو يعني اقل كميه ممكن تطلب اللي هي قطعه، مفيش اقل من قطعه. تمام. الكميه المتوفره دي يعني زي المخزون بتاعك، انت متوفر عندك قد ايه من المنتج ده. وده بيساعدك جدا في حاله ان انت مثلا المنتجات عندك قربت تخلص، فبيديك انذار ان المنتجات عندك قربت تخلص او المنتج ده المخزون بتاعه بقى قليل. بيفيد كمان ان هو لو خلص من عندك ما يبقاش الناس بتشتري فيه وهو خلصان اصلا من عندك، وده يسبب لك مشكلة. فدي بتبقى زي تايمر كده ليك او حاجة بت بت بتخليك تقدر تتحكم في المنتج. انت مثلا لو عندك 10 قطع فبتكتب 10 قطع، عندك 100 قطعة فبتكتب 100 قطعة، بحيث ان هما بس اللي يتباعوا. بعد كده المنتج بيبقى خلاص بيفضل موجود على السيستم، بس بيكون المخزون بتاعه خلصان. مجرد ما تدخل على المنتج بعد كده تاني وتزود الكمية، خلاص بيبقى متوفر وبيقدر الناس تشتري منه تاني. تمام. نوع الخصم هنا في حاجتين، زي برضو اللي احنا شفناها في القبول لو تفتكروا معانا. كان في ان انت تختار رقم مبلغ ثابت او نسبة مئوية. تمام. فخلينا نقول مثلا ان انت هنا عايز تعمل خصم ثابت، اللي هو يبقى مبلغ، مثلا هتعمل خصم 50 جنيه على المنتج، فبتكتب 50 جنيه. تمام. طيب انت هنا عايز تعمله مثلا نسبة مئوية ويبقى نفس القيمة، او يعني او قيمة تانية حسب ما انت عايز. يعني انت مثلا عايز تعمل خصم 20%. تمام. فمجرد ما كتبت هنا 20%، فهو اوتوماتيك ال20% دي بالنسبة لل500 هتبقى 100 جنيه. فهو يعمل كده خصم 100 جنيه على المنتج. فهو يبقى مع المنتج مكتوب عليه ان هو ب500 جنيه، لكن بعد الخصم ب400 جنيه انا خصم 100 جنيه. تمام كده. طيب ندخل بعد كده على قيمة الضريبة دي. انت بتسيبها بصفر، هي بتبقى متضمنة مع المنتج عادي مفيش فيها مشكلة. نيجي بعد كده بقى للعمولة او الكوميشن، اللي هو بتبقى يعني انت كتاجر بتحددها، ان بتقول للمنصة انا هديك كوميشن كذا على كل منتج يتباع. تمام. المفروض ان انت لما بتيجي تعمل التسعير بتاعك هنا بتكون عامل حسابك هتطلع او نسبة الكوميشن هتكون قد ايه، سواء في خصم او مفيش. يعني خلينا مثلا نعتبر في الحالة دي ان في خصم، فانت هنا المنتج بتبيعه ب 400 جنيه، فالمفروض ال 400 جنيه دول يبقوا متضمنين الكوميشن. فانت مثلا في الحالة دي لو انت هتحط كوميشن كمان 20%، فال 20% دي بتمثل 100 جنيه كمان. يبقى انت عارف ان انت هنا هتحصل 400 جنيه، بس في منهم 100 جنيه اللي هم ال 20% كوميشن. تمام. طيب انت مش عايز، انت عايز تستلم على الاقل ال 400 جنيه اللي هم بعد الخصم دول صافيين، وما يبقاش في حاجه تانية تتخصم. فبكل بساطه هتزود الفرق ده هنا، هتخليها بدل ما هي 500 هتبقى 600. اذا ال 600 دي هتبقى سعر البيع بعد الخصم هيبقى 500 جنيه. تمام. ولما تيجي تحصل هيبقى في كوميشن 20% من المبلغ. فهيبقى المبلغ المتبقي
بعد خصم ال20%، ده المبلغ الصافي بتاعك. تمام كده. نيجي بعد كده تكلفة الشحن تضرب في الكمية. لا، هي دي يعني مقصود بيها ان انت لو بتطلع مثلا لنفس العميل اشترى 10 قطع او 5 قطع مثلا، فانت هتحسب له شحن على كل قطعة، فمش طبيعي يعني. فالافضل ان هي بتكون مقفولة كده، لان العميل هيستلم الاوردرات كلها كاوردر واحد. طيب، دي برضو حتة مهمة جدا جدا جدا. بالذات لو انت بتشتغل في منتج فيه متغيرات زي الملابس مثلا، تشوز، اي حاجة فيها متغيرات، مقاسات والوان، فانت بتحتاج الحتة دي عشان تظهر للعميل هناك لو هو حابب يعني يشتري المنتج بالتفاصيل. بتبقى التفاصيل قدامه، هو بيحدد اللون، بيحدد المقاس، بيحدد كل اللي هو عايزه. تمام. بكل بساطة بتيجي هنا تعمل، اختار اللون. تمام. تختار مثلا، خلينا نختار اليلو جرين ده. السمات بتاعته ايه؟ مفروض ان هي ليها سايز. تمام. هنقول مثلا عايزين مثلا ميديوم ولارج، اكس لارج. خلينا نقول ان احنا هنختار ال3 مقاسات دول. تمام. يبقى انا هنا اخترت للون ده. يعني انا عندي من التيشيرت اللون ده عندي منه 3 مقاسات: ميديوم ولارج واكس لارج. طيب، عايز اضيف لون كمان. عندي مثلا اللون الاصفر. تمام. هيبقى برضو نفس المقاسات، متوفر عندي بنفس المقاسات. لو عندي اختلاف في ال في ال في ال في المقاسات دي، فبختار على حسب بقى المنتج ما بيظهر معايا. يعني مثلا هنا هنختار برضو هنا ميديوم وانتر لارج واكس لارج. تمام كده. يبقى دي المتغيرات بتاعتنا للمنتج. هندخل بعد كده على صور المنتج. المفروض ان انا هنا برفع صورة للمنتج، صورة رئيسية. تمام. فيها صورة التيشيرت بتاعي، وهو سواء بقى هو في موديل لابسه، او انا عامله مثلا بالاي اي، او انا مصوره صور اورجانيك. ده افضل حاجة طبعا. ببدأ ارفع الصور دي هنا. بس نخلي بالنا هنا، هتلاقي صور الايقونة دي صور المنتج حسب اللون. يعني انا مثلا اخترت ان انا عندي لونين، فانا عايز ارفع صورة للون ده، وعايز ارفع صورة للون ده. تمام. فعلى حسب اللون برفع. يعني مثلا هرفع من اللون ده صور هنا او صورة هنا، وهرفع من اللون ده صورة هنا، بحيث لما اجي انا مثلا كعميل اقلب، انا اخترت اللون الاصفر، فبيظهر لي اللون الاصفر ومعاه المقاسات اللي انا اخترتها فوق. تمام كده. فيديو المنتج ده، لو انت عامل فيديو للمنتج او اعلان للمنتج ولا حاجة ومعاك الرابط بتاعه، بتقدر تضيفه هنا، بحيث الشخص او العميل وهو بيشوف المنتج او بيتصفح المنتج، ممكن يشوف الفيديو بتاعه. ده طبعا بيكون يعني حاجة كويسة جدا جدا كتسويقيا حتى، ان المنتج يكون متصور له فيديو كأنك بالظبط بتعمل اعلان للمنتج بتاعك يعني. ده حتى ممكن يساعد العميل اكتر على قرار الشراء، لان هو بيشايف المنتج قدامه فيجوال، مش مجرد صورة وخلاص. لا، ده شايفه فيديو حد لابسه او حد بيتكلم عنه، ايا كان الفيديو او المحتوى بتاع الفيديو ايه. بعد كده بندخل على الشحن. خيارات الشحن هنا احنا معانا خيارين. تمام. اما انت كتاجر آه، حابب ان انت تتعامل في الموضوع من A to Z، عايز انت الاوردر يجيلك بس، وانت تجهزه وتغلفه وتسلمه لشركة الشحن وتحصل المبلغ بتاعه. تمام. فدي احنا بنقولك ما عندناش اي مشكلة خالص فيها، تقدر تعملها من خلال انت هتسيب الايقونة دي مقفولة كده. فكده دي كده معناها طول ما دي مقفولة او هي اوف كده، ده معناها ان الشحن عن طريقك انت كتاجر. بتبدأ بقى تضيف هنا اسعار الشحن لكل محافظة حسب ما انت بتتعامل مع شركة الشحن. تمام.
بحيث لما يجي العميل يشتري في الاخر يظهر له قيمة الشحن بتاعته حسب ما هيحدد المحافظة بتاعته. طيب انا يعني دماغي مش جايباني للموضوع الشحن ده، او ما اتعاملتش فيه قبل كده، وعايز اكبر دماغي وانتوا تعاملوا في الموضوع كله بقى مع نفسكم، وانا بس عايز احصل المبلغ بتاعي او التحصيلات بتاعتي بس. فبكل بساطة هتروح جاي فاتح الايقونة دي كده. تمام كده معناها ان الشحن عن طريق دروبز. وفي الحالة دي انت بس كل اللي بتعمله ان انت بتجهز الاوردر. انا ببعت لك المندوب يستلم منك الاوردر ويروح يسلمه للعميل. وبنيجي احنا اخر كل اسبوع بنصفي حساباتنا، بنشوف ايه المنتجات اللي تم تسليمها، وانت ظهر عندك في الخزنة قد كذا، بنبدأ نحوله لك على الحساب البنكي بتاعك وخلاص. يعني موضوع الشحن والتوصيل والكلام ده كله بيبقى مهمتنا في الحالة دي. بعد كده قسم تحسين محركات البحث زي اللي احنا اتكلمنا عليها فوق، ان انت بتكتب حاجات مثلا ريليتد شوية بموضوع او بالمنتج بتاعك. آه، حاجات الناس تقدر لما تبحث بيها يظهر لهم المنتج بتاعك ده في الاول. خلاص كده احنا يعتبر خلصنا اضافة المنتج. انت خلاص كده مشيت الخطوات كلها معايا خطوة خطوة لحد اخر خطوة هنا. انت كده يعتبر ضفت المنتج بتاعك. الحاجات دي كلها حاجات يعني انت ما بتفرقش معاك في حاجة خالص، هي حاجات خاصة بالسيستم نفسه، مش ما تقدرش تغير فيها اي حاجة. انت بس بعد ما بتخلص ده كله بتعمل هنا ارسال. الارسال ده بيجي لنا على الداشبورد بتاعت الادمن هناك، ان انت قدمت طلب على منتج عايز ترفعه على المنصة. بيتعمل له مراجعة، ولو في اي حاجة مثلا انت ما خدتش بالك منها او حاجة معمولة بشكل غلط بنبدأ نتابع معاك فيها لحد ما تعدلها، وبنقبل المنتج بعدها على طول. المنتج مرفوع تمام وكل التفاصيل تمام، ففي خلال ساعات قليلة جدا بتاخد موافقة على المنتج بتاعك، بيقدر يظهر بعدها على المنصة. كده احنا شرحنا الداشبورد كلها، وشرحنا ازاي تضيف منتج، وشرحنا من الاول خالص ازاي اصلا بتسجل على المنصة، وازاي تقدر تخلي دروبس تساعدك ان انت تبيع المنتج بتاعك بكل سهولة من غير ما تبذل اي مجهود. احنا كده خلصنا، وان شاء الله بتمنى لكم التوفيق معانا في دروبز، وتكون بداية خير ليكم ولينا بإذن الله. وبتمنى لكم التوفيق جميعا. شكرا لكم.